يعني سبحان الله. القصة فيه الصديق اللي عنده مزرعة وعنده عامل، العامل من الجنسية اليمنية. يقول أبو عبد العزيز العامل نشيط وراعي طاعة وراعي صلاة ومتزوج وعنده عيال، طبعا أهله كلهم في اليمن بس هو يشتغل عندي ومبسوط. يقول ذاك اليوم جيت لقيته مختلف علي. خير يا اسمه نبيل، خير يا نبيل عسى ما أشر. قال والله عندي ظرف عائلي، والله أنا ما حبيت أدخل في أعماقه، لكني أنا يهمني جدا أن العمالة اللي عندي يكونون سعداء. يا سلام. يعني فيقول كل ما أخذت يوم يومين ثلاثة كل ما له يزداد عليه الحزن والضيقة. فاضطريت ذاك اليوم اني امسكه، قلت شوف ترى الانسان يعني ما خلق الحاله، الانسان يحتاج الى من يوجهه، يحتاج الى من يوعيه. انا يمكن ما عندي علم، لكن ربما انك تقول لي كلام اسليك اما بايه ولا اسليك بذكر ولا اذكرك بالله سبحانه وتعالى. يمكن انك انت افقه مني، لكني لازم اصير لك سند ولازم اذكرك ولا عاونك ها اخدمك. كل الكلام يشرح له. قال يا عمي انا متزوج في اليمن وانا وحيد ابوي وامي، لا عندي اخت يعني وحيدهم من الاولاد، وعندي ولدين وبنت، واختي هذا متزوجه اخو زوجتي اي ومن قبيله ثانيه. طيب قالوا زوجتي يحبها ابوي وامي والعيال مبسوطين وانا احولهم كل شهر من راتبي. طيب شو اللي صاير؟ قال صار زعل بين اختي وبين زوجها، وصل الى حد انه طلقها وجابها عندنا في البيت. الحين امي وابوي يشوفون بنتهم مطلقه، وبنت اخت اللي طلقهم عندها في البيت مكرمه معززه، فاتصلوا علي قالوا طلقها. وانا الحين حيران وامكانياتي ما تسمح لي افتح بيت ثاني، وهالمرة تخدمهم في البيت حتى هم يعني لو اسمعك رسائلهم الصوتيه ما تصدق، كلها مدح وثناء عليها، هي اللي تسوي فطورهم اللي تسوي غداهم، واختي ما هي مقصره. لكن يا فلان انا في حيره ما يعلم فيها الا الله، الا ابوي وامي يبوني اطلقها وانا منها عيال واحبها وتحبني ومجبريني على شيء انا اكرهه. ولا له موجب. سم اقول ولا له موجب ما في شيء. اسالهم قلت هي مسويه غلط؟ قالوا لا تتكلم، حنا كل ما شفنا اختك عندنا هي ورعانه في البيت تبكي، وش هالانسان اللي يطلق اختك ولا نطلق اختك؟ ويقول وانا احاول فيهم. قلت طيب من فيه مشايخه عندك في القريه، امام جامع امام مسجد، حاول تخليه تكلمه وتقول له يروح لابوك وامك. قال والله يا فلان انا والله في حيره ما يعني كل يوم ارسل لنا وكاله بطلاقها بعد تبي لنا نطلقها مو بنت، فانا عايش في حيره ما يعلم فيها الا الله. فقال للرجال هذا يا فلان انا هذا وضعي وهذا حزني وهذا سبب حزني. فيقول انا اشرت عليه بانه ينتخي برجال القبيله اللي انتم منها وكبار ويدخلون جاهيه على الابو، لان هناك القبائل تعتز بمثل موضوع دخول الرجال عليها وتطلبها طلب. وان قدرت يقول له الكفيل لليماني هذا، يقول انا مستعد افتح لك بيت جنب بيت اهلك وطلع المراه وعيالها برا وابعدها عن ابوك وعن المنظر وخلي اختك عند اهلها، ولين الله يحدث الله امرا كان مفعولا. وانت طبعا انت الرجال اللي طلق اختك يبي فلوس ولا شيء عشان يعيد اختك، ممكن حنا نتفاهم وياه ونرجع. يا سلام. فكان الرجل عرض عليه عده حلول. اللي انا يا اخوان موضوع الاب والام لا زلت احس انهم يعني في كثير من الاباء لازم تساعد ابنائك على برك. انا اعرف لكم ناس موجودين عندنا في هالبلد الكريم عيالهم ما شاء الله تبارك الله ائمه مساجد ووصلوا الى مراتب شرعيه عليا والابو ما يصلي. يعني تخيل واحد يكلمني يقول لي يا ابو عبد العزيز والله العظيم اني في ضيقه ما يعلم فيها الا الله، اني اشوف ابوي يصلي في البيت وحنا نروح نصلي في المسجد. كريم ويعطينا وما خلى علينا قاصر وتعب في تربيتنا حتى اوصلنا الى ما احنا عليه، ونحب حب شديد. بل امي تبكي ليل نهار على اساس يقول ما فيه يعني من عيوب الدنيا شيء، اللهم ضعفه في الصلاه، وهذا امر خطير جدا. الصلاه هي اول. يقول ابي اشوفه في الجنه، ابي اشوفه معي في الفردوس الاعلى من الجنه. انا اروح لعملي وعملي شرعي واخوي يروح امام مسجد والناس كل ابوها يعني كل عياله صالحين وهو صالح،
لكن اللهم انه ضعيف في صلاته. قلت له يعني الرجل، قلت له هل هو يدخن؟ قال لي والله. قلت ربما هذا سبب، لان راعي المدخن ينزوي، لكن صدقني باذن الله ان ما جاكم الصلاح الا من صلاحه، وان الرجل هذا تلقاه يتحسر. يا رجل الانسان يحمد ربه انه من ضمن 8 مليار على الكره الارضيه ان عياله صالحين، ان عياله يروحون المسجد. صحيح. ترى 8 مليار انك تكون من 500 مليون او 600 مليون تصلي في المسجد في وقتها، امر مو سهل يا اخوان. من اللي خصك انك تكون انت عيالك صالحين؟ في ناس عيالهم مذينهم في السجون وفي مشاكل، الحمد والشكر لله يا اخي. لا تدخل التعب في قلوبهم، اسعدهم. فهذه رساله انا اوصلها لجميع الناس. اذا شفت ولدك صالح ساعده ووقف معه، وحتى لو فيك منك خلل عدل خللك على الاقل قدام ولدك. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهذا القصه. اليماني طلق المراه، انا ما بغيت اقول للمشاهدين. هو سبحان الله على الشهاده، سبحان الله.